ايه يا جدعان عاملين ايه؟ معاكوا فاروق ايه مش من اولها ضحك يعني. خلاص يا جدعان محدش يعرفني غير امي وابويا، مش لازم كسفة يعني. انا زي اي شاب مصري بيحب المصارعة، تمام؟ او عربي عموما، يعني عربي عشان ازود الفان بيس بتاعتي. فبحب المصارعة الحقيقة، بحب المصارعة فشخ. والفترة الاخيرة الدبليو دبليو اي على دماغي من فوق، وكل حاجة ما قلتناش حاجة، بس تحسها بقت اقرب لتمثيلية اكتر. عارف انت، حتى يعني جون سينا خلاص ياخد الفينيشر من المصارع التاني وينفرش بنفس الطريقة على الارض. وبقت الشغل على البروموهات اكتر، يعني حتى البروموهات اللي هي مش ارتجالية، بس انت كشاب جاية معاك بمصارعة بت بتبحث بقى عن ايه؟ شركات تانية غير دبليو دبليو اي. فتلاقي بقى ال AEW وال TNA وكذا حاجة كده، فانغمست في عالم المصارعة ده عموما. بس وصلت لطيز المصارعة، دارك ويب المصارعة، سميها زي ما انت عايز تسميها. شركة ومفروض ان هي محترمة، يعني اسمها CZW. فخليني الاول اعرفكم بيها. هعمل نفسي مثقف وكده، وانا اصلا بقرالكوا ايه؟ مقال من ويكا. انا والله ما ينفع. كومبات زون رسلينج، CZW، شركة مصارعة مستقلة اكتشفت عام 1999، ماسكين في القرن العشرين بيدهم واسنانهم، وخدوا ستايل الهارد كور wrestling wrestling المهم ان هم خدوا ستايل الهارد كور، اللي هو عبارة عن ايه بقى؟ اللي في الماتشات بيستعملوا فيها حاجات زي السلالم والترابيزات، حاجة كده شغل الهارديز، واخد بالك؟ السامتاكس بقت قلت شوية في الدبليو دبليو اي، اللي هي المسامير الصغيرة دي، قعدت عليها قبل كده وانا في ابتدائي. البارب واير، شغل جون موكسلي بقى. يا ديني ثانية، عايزك تشوف الرفاهية اللي انا فيها، يا لاوي، حاسس ان انا امريكي يا جدعان. الويد، ايه الويد ايه ده؟ بعدين اللايت تيوبس، ايوه ده بيكسروها على دماغات بعض. اللايت تيوبس، بينز اوف جلاس، ازاز. هتلاقي التملي ازاز بقى في CZW. وبدأت تنتشر اكتر من 2009، تمام؟ وبدأت تتوسع بقى وتعمل علاقات مع اتحادات تانية، زي الجابان برو رسلينج، طبعا مصارعة في اليابان يعني. ومن أشهر العروض يعني اللي قدموها اللي هو حاجة اسمها تورنمنت اوف ديس، وكيج اوف ديس برضو، يعني جاي معاهم بموت. وخلينا ماسكين كلمة موت دي عشان هتعرفوا بعدين، يعني هتعرفوا بعدين ليه ده ديب ويب المصارعة. لأن كحاجة سطحية، في ماتش في المصارعة اسمه الديس ماتش، تمام؟ ده اللي هو بيبقى ماتش هارد كور عادي، سلالم كراسي وحاجات كده يعني. وحتى من قريب اتعمل في ال AEW برضو، عنيف قوي يعني، أعنف من المصارعة الطبيعية، بس مش بعنف الخرا ده. والحاجات دي كانت بتتعرض على التلفزيون كمان، اللي هو أحا، بس زي ما تقول كده هديوا على نفسهم شوية من 2016 تقريبا. والمفروض ان هما هديوا على نفسهم شوية في الهارد كور والدم وكده، او ده اللي انا كنت فاكره. يعني لو الفيديوهات دي جميلة وانا هستمتع لما اعملها وانا بمنتجها، بس اللي هو بتفشخني بقى في المونتاج، فأتمنى تستمتع بيها وتقدرها يعني. المهم لما بتبحث عنها على اليوتيوب بتلاقي ان تقريبا اليوتيوب بتاعهم ميت خالص. فيديو من يومين، فيديو من 3 ايام، فيديو من 9 ايام يعني. شوف ال WWE بتنزل بتاع 50 فيديو في اليوم، وحاجة كويسة. قللوا الدم والعنف والخرا ده، اللي هو بالمناسبة مش بيرضي غير فئة معينة من الناس، والفئة المعينة من الناس دي مش بيعجبها العجب في الاخر. والمصارعين دول بجد بيأذوا نفسهم. المهم الفيديو اللي من يومين ده حاجة مبشرة جدا، ان بتلاقي فيه مصارع زنج في البرومو، وده حاجة كانوا مستحيل يعملوها في 2016، مستحيل. بقول لك كلهم ناس بيسموهم الوايت تراش، تمام؟ هم بيسموهم كده، وهم بقى العنصريين، الوايت بيبول اللي بيحضروا المصارعة دي، واخد بالك؟ وهو شغل الدم والجور
والخرا الازاز والتقطيع ده. يعني انا مستغرب ان هم حاليا الحمد لله ارتقوا شوية وبدأوا يجيبوا مصارعين ذنوب ومصارعين أسبان. المهم بعيدا عن قناة السي زي دبليو نفسها على اليوتيوب، الفيديو ده لاحظت الفيديو ده بيقولك ايه بقى: 0% رسلينج، 100% تروماتايزنج سي زي دبليو مومنتس. ومعاه حق، يعني خرا تروماتايزنج. الطفل يروح عرض المصارعة أو الشحط الشايب يروح عرض المصارعة يجيله تروما من دي مناظر، يعني مناظر مرعبة. وربنا اللي عايز يروح يبحث مع نفسه يعني يبحث على مسؤوليته هو. بس آخركم معايا تشوفوا ردة فعلي عليها. كفاية كده، كمية إزاز حتى لو كان اللي هو شوجر جلاس، بس اللي هو برضو بيقطع في الظهر. وكمان سكاكين حقن يعني. لا مش عايز أشرح دي عشان الصراحة مقرفة أوي. أنا عارف أنت مثلا في رياضة زي ال MMA مثلا أو كده، لما حد مثلا يعمل حد كات بكوعه، أو في ماتش مصارعة عادي، في ماتش مصارعة مثلا زي ال WWE، بتبقى كات اللي هي مثلا كده يعني كده. وتسمع بقى أرقام مهولة، 14 غرزة ومش عارف ايه. دي بقى أنا شفت بعيني كل جبهته كده فاتحها. وعارف انت بقى ولاد المرة مش يسكت مثلا بعد ما عمل هو انا هشرح ده عادي ولا ايه؟ المهم بيقعد عشان تنزف اكتر يا ابن المرة. اللي ناشر الفيديو كاتب do you want part 2؟ انا شخصيا مش عايز شكرا. بيقولك اجمالي المبالغ اللي بتدفع للمصارعين دول $12 وحوالي 23.5 سندوتشات هوت دوج اند هاند شيك. وخلاص تم الديل. 23 سندوتش هوت دوج $12 وتعالى موت نفسك عندنا. ده واحد زيي بقى بيقولك بعد 5 دقايق انا بقيت نمب وانا بتفرج على كده. نمب ده اللي هو مصطلح اللي هو ان انت تنمل، بس اللي هو ايه في دماغك بقى يعني تتنح كده. واللي هو مش حاسس بقى ان ده خلاص اتعودت على كمية الدم دي وعايز اكتر، وحالة بتبقى خرا كده. برضو السوشيال ميديا بتعمل لك نفس الحوار ده يعني. محتوى الكبار بيخليك نمب برضو. example of what you don't want your kids to be. ده راجل عين العقل. واحد بيقول حد يتصل ب 911. والله العظيم. وبالمناسبة في عربية إسعاف بتبقى مستنياهم في الحديقة اللي هم بيعملوا فيها عروض المصارعة الخرا دي. واحد كاتب $30 ما تستاهلش كل ده إن الناس تعمل في نفسها كده. واحد كاتب كل التراب اللي هو من اللايت تيوبز دي مش كويس إن أنت تتنفسه. بيعملوا كذا حاجة غبية في نفسهم، مش عارف ليه بيعملوا كده. العنف ده مش حلو خالص يعني. خليها مثلا زي ال AEW، ها معقولة شوية، مع ان برضو في غباء في ال AEW. وانا على فكرة بحب الماتشات الدموية في المصارعة بس مش بالطريقة الوسخة دي يعني. واحد كاتب شوجر جلاس. طب خد انت البomb على الشوجر جلاس بقى، وريني الشوجر يا روح امك. واحد كاتب ممكن ناكله. وبجد يعني زي ما العنوان بيقول زيرو مصارعة، اللي هو حرفيا كله تكسير ازاز. ماشي في حركتين مصارعة، باور بامب ولا حاجة ولا اي سلام في النص، بس معظمها دم وجور وخرا يعني. المهم صح الحاجات دي على اليوتيوب بس في كذا تحذير يعني، 5000 تحذير قبل ما تشوفها. اهو ده الكومنت اللي كنت بدور عليه. في حد من الجدعان دول لسه عايش؟ are any of these guys alive؟ بيقولك انا عارف ان 3 منهم ماتوا. ده مبدئيا كده. واحد بقى بيعدد لو انت يعني مهتم تعرف الاسامي. في منهم اللي مات من تعاطي المخدرات، سواء بقى عشان جسمه يستحمل الحاجات اللي بيعملوها هنا، او سواء يعني زي ما انتوا شايفين الناس دول مش بيحبوا حياتهم قوي يعني. ممكن يكون بياخدها كده. وزي ما قلت لكم ده على الاقل اللي انا كنت فاكره ان هي اتوقفت دلوقتي، او مثلا هديوا على نفسهم بطلوا الستايل ده شوية، خففوا منه على الاقل.
لكن لا، لان اشهر عرض بيحصل فيه الخرا ده اللي هو حاجة اسمها Tournament of This اللي انا كلمتكم عنه في اول الفيديو، لسه شغال، اتفضل، من 5 شهور. والفيديو ده انا اتفرجت عليه للأسف، اللي هو CZW TOD 2024 ده انا اتفرجت عليه للأسف. وما انصحش اي حد يتفرج عليه، وانا واخد راحتي عشان يعني متأكد ان كل اللي بيكمل الفيديو ده من سني كده، لان الاطفال خلاص هتلاقيهم زهقوا وراحوا يتفرجوا على عمر شاور. وكمان اختلاط، يعني تخيل الدم ده كله، ممكن مثلا واحدة ست مثلا، يعني راجل قصاد ست ويقعدوا يقطعوا في بعض، يعني ايه؟ هو ليه كده؟ ليه الحاجة دي موجودة على النت؟ بجد هتجنن. المصارع في WWE مثلا هتلاقيه طالع لك بكرسي من تحت الحلبة، ده لا مثلا ممكن يكون طالع لك بمنشار، عشان اتأكد ان مفيش منافسين ليا في الفيديو ده، عشان ما شاء الله في قنوات كتير عن المصارعة. دخلت بحثت عن اتحاد CZW، فالحمد لله ان مفيش عرب كتير بيشوف الشيء ده. بس من 11 سنة، من 9 سنين، ضربات عنيفة في اتحاد CZW، دين أمبروس في قتال دموي عنيف جدا، عنيف جدا، وانا معاه ان هو عنيف جدا فعلا. CZW عنف لقطات الدموي 2018 بلس 18 قصدي. وشفت الفيديو الجامد ده، مصارع مصري اسمه برنس احمد، تمام، كان عامل برومو جامد فشخ. تمام، نسمعه مع بعض، انا اسمعه للمرة التانية. مش مصدق اللي حصل، مش مصدق اللي حصل فيا. انا احمد جيت من مصر عشان يحصل فيا كده. انا فرعون المصارعة. I'm not mad. I came all the way from Egypt. I dropped out of dental school to be here and that's how they gonna treat me. ما كملش تعليمه عشان يجي او يروح يعني يلعب مصارعة. I got screwed by that ref. مش عايز اشتم بس عشان هي عيلة صغيرة. You know what? I want a rematch. برومو جامد فشخ والله العظيم، برومو رايق فشخ بجد كده. هو لسه ده من 5 سنين بس، تقريبا لسه شغال برنس احمد ده. هو برنس طبعا، هو برنس مفيش كلام والله. واللي عاجبني في البرومو ان هو بيتكلم فيه مصري وانجليزي يعني، واللي هو ظابط الاكسنت في الاتنين، ما تأثرش قوي بالانجليزي، يعني زي منصور مثلا لما يجي يتكلم عربي بيتكلم عربي مكسر، لان هو والدته يعني امريكية وهو مولود في امريكا وخلاص هو هناك في امريكا، فيتكلم انجليزي كويس قوي، يتكلم عربي مكسر. ده يتكلم انجليزي كويس قوي وظابط الاكسنت وكله، ويتكلم مصري كويس وظابط الاكسنت برضه. برومو فشيخ الصراحة. Change the damn ref or else. خلاص. هيبة، كاريزما. خليني بس اكليل السيرش هيستوري، يعني زي ما الراجل ده قال، ليه الحاجات دي موجودة على اليوتيوب، ممكن ابويا يشوفها. المهم خليني اشرح لكم التورنمنت اوف ديس ده بيبقى عامل ازاي. مثلا بيجيبوا 6 مصارعين ينزلوا، اللي هو كاس من الاخر، بس في نفس اليوم، يعني كله بيخلص في نفس اليوم. يعني المصارع في اليوم الواحد يلعب له 3-4 ماتشات لو كمل للنهائي، كل ده في يوم واحد. يعني ده سيز رولينز في الراس المية اللي فاتت، اللي قبل اللي فاتت 40، لما لعب ماتشات يومين ورا بعض، اللي هو عملها ازاي؟ ده فاجر، ازاي ما يريحش جسمه وبعدها بقى ريح شهرين، وتريبل اتش قعد يعرس له على الانستجرام. دول اللي هو صباح الورد، 4 ماتشات كده في اليوم في اليوم عادي، اللي هو قشطة يعني. والماتشات اللي بتتعمل في التورنمنت ده اللي هي ديس ماتشز اللي انا كلمتكوا عنها، اللي فيها كل ديب ويب المصارعة. اللي كاتب الخبر بيقول ان هو كبر وهو بيتابع المصارعة، يعني من الاخر شرم مصارعة زي حالتنا كده، بس ما كانش مستعد للي هيشوفه السنين الجاية بعد ما بقى مصور للمصارعة، بيصور عروض المصارعة في عرض تورنمنت اوف ديس بالظبط. بقى هو ده العرض. ايه الخرا اللي انا شفته؟ يعني ده الامبريشن العادي بقى بتاع اي انسان طبيعي، بيشرح الحاجات اللي احنا قلناها، الاسلحة المستخدمة في العرض ده. ما قالش طبعا السكاكين، بس هي في بيستعملوا سكاكين ومناشير وحاجات خرا كده. في الحالة الطبيعية بينتهي الماتش بالاتنين المصارعين متبهدلين على الاخر وكلهم دم،
بيبقى منظر الاتنين الجدعان اللي بيصارعوا بيبقى مثلا يعني أوسخ من الجزار اللي تحت بيتنا بدمهم. بيقولك ايه بقى، بس مهم انك تفكر نفسك ان ده بغرض التسلية، لا أح بقى التسلية مش على حساب الناس اللي بتموت دي. الهارد كور رسلينج من 1990 في اتحادات زي ال ECW Extreme Championship Wrestling وزي ال WWE، بس ماشي ماشي يا عم اللي تشوفه. يعني ال WWE كانت أعنف برضه زمان يعني، بس بيقولك الليفل اللي في الديس ماتشز ده ليفل تاني بقى. يعني مثلا في ماتش من الماتشات الخسران وهو بدمه بالتقطيع دي بيترمي يعني زي مسبح بول مليان ليمون وملح. أحا ده الواحد لما بيتعور مش بيبقى عايز يحط برفان يا جدعان. no way that doesn't hurt يعني أحا يعني أكيد بتوجع يعني. عارف انت المصارعة تمثيل، اتفرج يا عم. اللي بيموتوا نفسهم دول. وعايز اضيف كمان ان هي مش سكريبتد، يعني اكيد مش في السكريبت وانت بتتمرن هيقوم جاي احا، لا هي في ساعتها وخلاص. وبعدين ده احا بقى يعني ده على بال ما يخيط الجرح ابن الوسخ ده هيصارع امتى؟ هيصارع السنة الجاية ولا هيصارع على الجرح؟ غالبا كانوا بيعملوا كده ولاد الوسخ دول. السؤال بقى ليه؟ ليه بجد؟ ليه بجد يعني؟ ايوه انا معاك، ليه يعملوا في نفسهم كده؟ كل مصارع من المصارعين اللعناء دول عنده اجابته ليه بيعمل الخرا ده. البعض منهم could be just sadistic، البعض منهم ممكن يكون سادي كده. هو البعض منهم ممكن يكون سادي، وده ما هو التفسير. كلهم مش البعض، ده كلهم، مفيش تفسير غير كده. it could be the draw of the crowd، ممكن يكون عشان الكراود يفرح الكراود، هو بيتكيف لما يشوف كراود فرحان يا عم، انت مالك انت. في بعض منهم بيستمتع يا عم بالسسبنس، او يدخلوا في كومبيتيشن بقى مين اكتر واحد هيتغرق دم بقى. حاجة كمان نسيت اقولها ان هم بينطوا من مرتفعات، وممكن انت وحظك بقى ممكن ينزلوا على عشب، وممكن ينزلوا على الحلبة، ممكن ينزلوا على اسفلت عادي كده. في الاتحادات الكبيرة حتى لو هينطوا من على سلم بيكون يعني كل حاجة متهيئة، حتى الارض العادية في المصارعة بيكون فيها اللي هي طرية شوية، يعني اللي هي متأمنة على الأقل. فانت تفتكر ان مثلا هم خلاص يا عم انت مالك يا عم، هم جماعة من الوايت بيبول مع كام واحد زي هم يا عم فرحانين بالشيء ده، هم متكيفين يعني، وبعدين مش بيضروا حد يعني. هم منهم فيهم الفانز في المصارعين، وممكن يعني هم المصارعين اصلا شبه الفانز. انت مالك واحد مصري بيحكم على السي زي دبليو، وهم اصلا كلهم وايت بيبول في بعضهم وحبايب. وبعدين انا قلت دي حاجة بيعملوها كده ايه بالحب من غير تصريح ولا اي حاجة، وحتى المصارعين مش مشاهير قوي، بس لا يعني دي محسوبة مصارعة. وهقول لك أمثلة عن مصارعين لسه لحد دلوقتي، وفي منهم في ال WWE ومنهم في ال AEW ولسه شغالين، كانوا بيلعبوا في الاتحاد ده اللي هو أحل الاتحاد الدموي الفشيخ ده دارك ويب حرفيا. عشان كده بطل ينشر على اليوتيوب، كلها بقت مواقع بقى واشتري التيكت وكده. خلينا أوريكم الأول تايم روستر عشان تعرفوا أنا بتكلم عن إيه. عندك ادم كول حاليا في ال AEW، عندك ايسان بيج، سامي زين، ايدي كينغستون، ايزي ده يعني ده ناس حتى مش الستايل بتاعهم الدم ده. ازاي كانوا بيلعبوا في الاتحاد ده؟ هما ليه بيعملوا كده؟ هو فين اهاليهم؟ ده كل اللي انا اقدر اقوله. جاي بريسكو اللي هو مات بالمناسبة، جون موكسلي ده اللي بدعها، ده المعرس ده اللي بدعها. Have a good time tonight. It's your 15 minutes. الناس العيشة عبد الجناح الحشيشة، أعصابي واقفة معاكوا على الريشة، فبلاش تتحطوا معايا. ماشي يا رجالة، الفيديو كده خلص. اتمنى ما يكونش جالكوا تروما، بس انا جالي عن نفسي. ما تشوفوش الحاجات دي، ما تشوفوش اي حاجة من الخرا اللي انا قلته ده. كفاية ان انت سمعت شاب بيحكي